إذا سقط الفريق الملكي ريال مدريد في فخ الهزيمة ضد فياريال في الأسبوع السادس عشر من الليغا الإسبانية ليقدم الصدارة على طبق من ذهب لبرشلونة. المشكلة في ريال مدريد أن الفريق يعول على كريم بنزيما في خط الهجوم، الأمر الذي جعل فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في قفص الاتهام من الجماهير التي تطالبه بعقد صفقات كبيرة، والتي تلومه بعد تغاضيه عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو الذي عرض نفسه على النادي بشكل غير مباشر، ولكن بيريز رفض الأمر تماما. الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عبر عن حزنه من الخسارة، حيث قال كورتوا: لم نكن نريد أن نخسر اليوم، أردنا أن نبدأ العام في الدوري بالفوز، نحن نعلم أنه فريق صعب وهذا الملعب لم نفز به عادة في الآونة الأخيرة، ولكن سنعود عليه قريبا في كأس الملك. أكد الصحفي فابريزيو رومانو مراسل قنوات سكاي سبورت أن نادي ريال مدريد ما زال منفتحا على ضم كيليان مبابي لاعب باريس في سوق الانتقالات الصيفي المقبل. التقرير ذكر أن ريال مدريد يريد دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى يستمر في المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية، ومبابي سيكون صفقة القرن في الهجوم ويصلح المشاكل التي ظهرت في الفريق هذا الموسم، بالإضافة إلى تعاقد ريال مدريد مع جود بيلينغهام التي يبدو أنها صفقة قد حسمها بيريز بشكل كبير. إلى ذلك أكد رومانو بأن الريال يعمل على دعم صفوف الفريق الأول بمزيد من الصفقات. وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي ريال مدريد يعد ضمن الأندية المهتمة باللاعب الكرواتي غفارديول بالإضافة إلى أندية إسبانية أخرى، ولكن الريال منتبه جيدا لمستقبل اللاعب ويريد ضمه خاصة مع تراجع مستويات الدفاع في الفترة الأخيرة.